في النار، عايشة 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 في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، طبعا في الخلف هني الخيمة المباركة اللي راح تجري فيها احتفالنا المبارك الثالث السنوي لهلاك عدوة الله وعدوة رسوله وعدوة المؤمنين عائشة الحميراء. هذه الخيمة المنصوبة أمام مبنى حسينية سيد الشهداء. طبعا أعزائي المشاهدين، الإخوان المسؤولين على البنيان والاستعدادات جوا اليوم من صباح، وبعضهم من أمس نايمين في الحسينية استعداد لهذه المناسبة، واللي مسؤول عن الطبخ، اللي مسؤول عن التصوير، المسؤول عن البالونات والزينة. معانا أمامكم أعزائي المشاهدين مستمع مجهول خلف الكاميرات وخلف الكواليس، مستمع ومدقق ومحب لسماحة الشيخ الحبيب ومحب لهذا النهج البرائي، الحاج أبو مريم. كل عام وانتم بخير أبو مريم. بخير إن شاء الله، ينعاد عليكم بالتوفيق وبالوراء من عائشة ومن أعداء أهل البيت جميعا. بارك الله فيك أبو مريم. طبعا هذه أول سنة احنا نشوفك معانا ما شاء الله، جيت من الظهر وساعتنا في البالونات، ساعتنا في الشغل. شنو تمثل لك هذه المناسبة؟ طبعا يمكن مو سامع عن المناسبة من قبل، ولكن سمعت عن طريق هيئة خدام المهدي وقناة فدك، فشنو عنت لك هذه المناسبة اللي انت حاضر اليوم ومشاركنا حتى في الاستعدادات؟ والله بصراحة أنا يعني ما مقدم في شيء بسيط بالنسبة لكم أنتم كهيئة، يعني قدمتوا الشيء الكثير من يوم تأسيسها ولحد الآن. وأنا بصراحة يعني مجموعة هيئة خدام المهدي مجموعة قليلة جدا، لكن بصراحة يعني عبارة عن خلية، يعني جميع متكاتفين ومتعاونين، والحمد لله والشكر، هذا كله بفضل أهل البيت وجهودكم وجهود الشيخ ياسر الله يحفظه ويطول عمره. انتوا فرحانين؟ ايه. ليش؟ لأن عايشة في النار. شنو نشيدتكم اليوم؟ عايشة في النار، 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 عايشة في النار. أسعد الله أيامنا وأيامكم أيها الحضور الكريم، وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة الانتقام من الظلمة، مناسبة فرحة الأئمة سلام الله عليهم بقاتلة رسول الله صلى الله عليه وآله، تلك المجرمة الفاسقة عائشة بنت أبي بكر لعنة الله عليها. يقولون ويتساءلون لماذا نفرح في هذا اليوم؟ فقد فرح بهذا اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله بهلاك قاتلته عائشة الحميراء. فرحت بهذا اليوم الزهراء الصديقة التي آذتها الحميراء لدرجة أبكتها حزنا. يفرح بهذا اليوم أمير المؤمنين سلام الله عليه بهلاك من حاربته وقتلت تحت أرجل جملها 30,000 من المسلمين. يفرح في هذا اليوم إمامنا الحسن الذي ورميت جنازته من قبل الحميراء بالسهام. يفرح بهذا اليوم الحسين سلام الله عليه، الحسين الذي حرمته الحميراء من أن يدفن أخيه عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم العن صنمي قريش وجبتيها
وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا أنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك. اللهم العنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياعهما ومحبيهما. عاود التاريخ يحكي بغضت بنت الرسول حفها الهادي بعطفه وحنان لا يزول، إنها غصن النبوة ذات فرع من أصول، حصنها كان العفاف لقبت ذات البتول. هكذا كان محمد يفتخر حين يقول إنها روحي التي بين جنبي تصول، حبه لا عن هوى لا وحق رب العقول، إنه حب إلهي ومقامات تطول. استهجنت بنت المنافق وأصيبت بالذهول، ملئت غيظا عميقا شرعت قرع الطبول، قلبها القاسي تفجر شحذت حد النصول، انتقاما من محمد من علي فحل الفحول، أججت حرب الجمل استجلبت حتى الكهول، وكلاب الحوأب يعلو صداها نبحت في وجهها هزت عراها، وكلاب الحوأب يعلو صداها نبحت في وجهها هزت عراها، بنت من تلك التي نهواها إنها الزهراء الله اصطفاها. Je voudrais déclarer ma joie pour cette journée et cette soirée qui est une soirée non seulement pleine de bénédictions et de lumière divine, mais c'est une soirée qui va nous donner un message, le message de la disparition d'une femme, la femme qui a créé le terrorisme, qui a créé la haine entre les nations, qui a créé la déviation dans la religion, qui est la sale Aïcha, la perverse, la terroriste, fille d'Abou Bakr, le gouverneur voyou qui a pris en force et trahi le pouvoir du califat. Et je voudrais également faire une parabole entre les problèmes dont Aïcha a fait et les problèmes que nous avons en tant que musulmans dans le monde. Il faut comprendre qu'il ne faut pas blâmer l'islam pour tout ce qui est de raisons terroristes. Il ne faut pas blâmer l'islam pour tout ce qui est de raisons de pédophilie, de déviation sexuelle, de déviation dans la croyance, de déviation dans les valeurs de la famille. Il faut blâmer un personnage. Et c'est aujourd'hui que nous allons et que nous fêtons sa mort, qui est Aïcha, qui a non seulement enseigné comment provoquer le terrorisme en provoquant des guerres contre les imams infaillibles, qui a tué de ses propres mains et en employant des agents, des gens qu'elle n'aimait pas. Elle nous a enseigné la jalousie, elle nous a enseigné les complots. Et c'est en ce jour que nous commémorons cette fin qui est pour nous, non seulement durant ce mois béni de Ramadan, un mois excessivement important dans les résolutions,
mais c'est également le mois de cette disparition de ce qui est le mauvais. Et je voudrais donc continuer en anglais, si vous nous permettez, pour, Inch'Allah, nos amis, nos frères et nos sœurs anglophones. Aisha is not the first and is not the last woman who taught deviations, terrorism, and many other sins. However, she's more important than others. One of the reasons is because she added many other things. When I give you an example of the wife of the prophet, the infallible prophet, pure prophet Lut, that she was encouraging and helping people to be deviated. However, why Aisha and why not the wife of Noah? It's because Aisha taught how to use religion and to deviate the religion for a terrorism. We shouldn't blame Islam for terrorism. We shouldn't blame Islam for pedophilia. We shouldn't blame Islam for many violence around the world and many hate among the nation. We need to blame Aisha because the foundation of each society is based on motherhood and women. And if a society becomes corrupt, what will happen? And what is the reason? The reason is because mothers and women had very bad influence and they taught corruption to their child in the house. And the result is to be away from the light of God and family value and human value. This is one major message that we have to learn, that Aisha was the mother of all perversity, of all violence, and the violence and terrorism we have as of today in the world. This is all because of Aisha. Even among the so-called Shia, who wanted to define and to defend Aisha, the reason is because they want to protect their agenda of terrorism, of kidnapping people, of using brutality. Anyone who will speak against the one who have joy and who celebrate the death of Aisha, be sure that these people are linked directly or indirectly with terrorism, international terrorism, using the name of Islam and the cloth of Islam. Even if they are Shia, Sunni, Christians, Jews, Hindu, all the religions, the one who define and defend Aisha, the one who defend Aisha, are defending the value of terrorism. حضرنا اليوم يا شيعة علي الكرار نهن ام الحسن ويا النبي المختار، ننادي بكل فخر، ننادي بكل فخر هلكت عدوة الله هالليلة ويا ابوها تخلدت بالنار، صبت كل حقدها على النبي وآله، ما ندري السبب كان عدها يمهم ثار، أول نايبة سمت رسول الله، أول نايبة سمت رسول الله، وصفت تفتي بلسان الزور ليل نهار، ركبت عالجمل وياها جيش إبليس وبجفها قميص العار ابن العار، تصرخ يا خلق دمنع ثلم ريود، ولكن هالفتت كتلولي هالغدار، سمعت من رسول الله بعلي يوصي، سمعت من رسول الله بعلي يوصي، واللي يخرج عليه يموت كالأشرار، وهم قال لي حارب داحي البيبان، خصيمة بالحشر رب السما الجبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
قاتل الله من يقاتلك ومن يعاديك. فسكت ثم أعادها مرة أخرى: قاتل الله من يقاتلك ومن يعاديك يا علي. فقالت عائشة: من يقاتله ومن يعاديه؟ قال: أنت ومن معك، أنت ومن معك. وروى شيخنا المفيد أيضا في كتابه الآخر كتاب الجمل في الصفحة 38 عن المسعودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إذا أدركت عائشة فماذا تصنع؟ يا علي، إذا أدركتها فاضربها واضرب أصحابها. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله عليا. اعرفوا هذه الحقائق: علي مأمور بأن يضرب عائشة وأصحابها لأنهم أهل الفتنة. روى ابن قتيبة وهو من أكابر علماء أهل الخلاف في كتابه الإمامة والسياسة في المجلد الأول الصفحة 66: ثورة عائشة على حكم علي لم تكن تتحمل، ما إن بلغها أن عليا تولى وبايعه المسلمون، حتى قالت بعدما ولولت: وما لعلي يستولي على رقابنا، لا أدخل المدينة ولعلي فيها سلطان. نحن قبل 2 أعلنا الحرب على هذه المرأة الخبيثة التي قتلت رسول الله وآذت أهل بيته وعبثت في الإسلام وحرفته وزيفت. قبل 2 واجهنا المخدوعون بها وواجهنا المتعصبون لها، ولكنهم فشلوا، ما استطاعوا، ما انتصروا علينا بشيء بحمد الله وفضله. ها هي هذه الفعاليات تتجدد وتكثر وتصبح ظاهرة عالمية شيئا فشيئا. في مثل هذه الليلة المباركة، في هذا الموقف، بعدما أعلنا الحرب على عائشة قبل 2، لنا اليوم وبكل فخر أن نعلن هزيمة عائشة. عائشة 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 في النار. هلا بعد عائشة 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 في النار. عائشة هلا ملعونة بالقرآن، ملعونة بالقرآن يا نطفة الشيطان. عائشة عائشة حقدك على من كان، حقدك على من كان يا منبع الطغيان. عائشة عائشة حاربت للإيمان، حاربت للإيمان بالبصرة يوم كان. عائشة عائشة خالفت للديان وكفرت بالرحمن. عائشة عائشة وعائشة عائشة عائشة في النار. مبروك مبروك هلاك ظالمة، ملعونة والله صبح ظهر وعشاء. مبروك مبروك هلا، ملعونة والله صبح ظهر وعشاء. من قالوا اليوم هلاكش عايشة، هذا الخبر كان نسايم منعشة. بزالة هموم ليالي المظلمة. مبروك مبروك هلا هلا، مبروك مبروك هلاك الظالمة.